السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة تعالوا بقى نعمل مع بعض وصفة كنافة حلوة قوي بالمانجا، ونلحق كده المانجا قبل ما تخلص من السوق، خلاص بتشطب يعني هتروح، فنلحقوها كده ونعملوا بيها وصفة كنافة كده بالمانجا. حاجة كده اخر لذاذة واخر حلاوة. بس قبل ما نبدأ وصفتنا طبعا نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، ونشترك في القناة لو مش مشتركين، ولايك وشير لو عجبكم الفيديو ان شاء الله. انا هنا معايا نص كيلو كده من الكنافة، كنت حاطاه في الفريزر قبلها بيوم. يعني لو حتى مستعجلة ممكن تحطيه بس ساعتين، اهم حاجة بس يكون متفرز عشان يتفرم معاكي كده بكل سهولة. فرمته كده بايديا او ممكن في الكبة، وبعدين حطيت عليه 3 معالق كده من السكر البودر، وكان معايا كوباية من السمنة، حطيت كوباية الا ربع عليه وغلفته كله كده بالسمنة. انا هعمل كده اول حاجة في القالب، هعملها صنفين، يعني نوع هدخله الفرن ونوع هحمره على على البوتاجاز. حطيت كده القالب بتاعي دهنته بالسمنة كده بالفرشة، وبعدين حطيت طبقة كده من تحت من الكنافة، يعني طبقة ما تكونش سميكة قوي، تكون رفيعة شوية عشان تتحمر معايا حلو كده وتبقى بتقرمش وطعمها حلو. وبضغطها كده بأي حاجة زي ما انتم شايفين، اهم حاجة تكون مكبوسة كويس كده. وبعدين كنت مولعة الفرن وحطيتها كده على اخر رف من تحت، وبرضو مولعة الشواية عشان تاخد وش من فوق، وهتشوفوها معايا دلوقتي. وهنا انا كان معايا كوباية من الكريم شانتيه البودر الخام، وانا بستخدم كريم شانتيه المتحدة، حلو قوي بيرمي معايا كمية حلوة. وبعدين حطيت عليه معلقتين باستري كريم بيعزز طعم الكريم شانتيه قوي. وحطيت نص كوباية مية متلجة، وحطيت كوباية من المانجا البيوريه زي ما انتوا شفتوا كده، برضو متلجة، بتدي طعم حلو قوي للكريم شانتيه بتاعي. وبضربه كده بالمضرب زي ما حضراتكم شايفين، والكمية طبعا زادت جدا معايا. وهنا كانت الكنافة بتاعتي طلعت من الفرن، فحطيت زقتها كده بشربات من اللي هو بتاع الكنافة التقيل، طبعا انتوا عارفينه بيتعمل ازاي، كان عندي اصلا في التلاجة. وبعدين هسيبها كده على جنب تبرد خالص. وهنا معايا طاسة على النار، حطيت معلقة واحدة من الزيت، وحطيت بقية كوباية السمنة اللي كانت فاضلة معايا، وهحمر باقي كمية الكنافة بتاعتي. وعلى فكرة يعني اي كمية كنافة ممكن تستخدميها اقل من نص كيلو مفيش مشكلة، لو ربع كيلو او 300 جرام، لان انا فاضل معايا برضو شوية ما احتاجتهمش، حطيتهم كده في كيس في التلاجة برضو مرة تانية من الكنافة المتحمرة دي. وبعدين بقلب بقى كده تقليب مستمر وعلى نار هادية شوية لحد ما الكنافة تاخد لون ذهبي كده معايا حلو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، صلوا على النبي يا جماعة. واهو اخدت خلاص لون حلو قوي معايا. وبعدين ضفت لها 3 معالق من السكر البودر عشان انا عايزاها بتقرمش كده، ومرضتش اضيف السكر من الاول طبعا عشان ما يتحرقش وانا بحمر الكنافة. وممكن بدل السكر تضيفي برضو معلقتين 3 من الشربات التقيل. وهنا هعمل معايا جيلي مانجا، حطيت كده كوباية من المية السخنة وحطيت باكت الجيلي، وادوبه خالص يعني لحد ما اتاكد ان هو داب خالص. وبعدين بضيف كوبايه كمان، وانا هنا ضفت معلقه واحده على الجيلي ده من الجيلاتين البودر بس ما جاتش في التصوير عشان يخلي الجيلي بتاعي متماسك اكتر. وهنا كان معايا حبيتين بس كده من المانجا دي نوعها نعومي، وهي بتبقى كلها لحم كده زي ما انتم شايفين، وبتتقطع مكعبات معاكي حلوة قوي. اهو بقطعها كده مكعبات، والقشر ده انا مرمتوش، انا عملت بيه كوبايه عصير مانجا ما اقولكوش حلوه قوي. وبقطع كده يعني ترنشات كده مانجا برضو للتزيين، اهو شايفين حلوة قوي. وطبعا المانجا دي مسكرة جدا، مش بتحتاج بقى سكر ولا اي حاجة. وهنا كانت الكنافة بتاعتي بردت خالص، ما ينفعش احط عليها الكريمة وهي لسه حتى تكون دافية، لازم تبقى باردة خالص. وضفت كده عليها كمية حلوة من الكريم شانتيه. وممكن في الوقت ده تحطي الكريم شانتيه بتاعك في كيس حلواني، عشان لو مش بتعرفي توزعي كويس يتوزع بكل سهولة معاكي. وبحاول كده اسويه بالسكريبر ده،
اسوي كده السطح بتاع الكريمه، وامسح كده بمنديل اي الجوانب عشان تبقى شكل الطبقات حلوه معايا. وهنا هجيب بقى شويه كنافه من اللي انا محمراهم دول، وممكن تستثني الخطوه دي خالص وتحطي على طول طبقه المانجا، بس انا حبيت اعملها كده كذا طبقه. والكنافه كانت مقرمشه وطعمها حلو قوي. اهم حاجه كمان يكون نوع السمنه بتاعك حلو، هيخلي طعم الكنافه خطير بصراحه. وبعدين حطيت طبقه تانية من الكريم شانتيه، وبحاول ان انا اوزعه كده زي ما انتم شايفين. وبصراحه الكريمه بتاعتي كانت تقيله وحلوه قوي، لان انا ما زودتلهاش السوائل. طبعا انتي بتحطي لها السوائل كده واحده واحده، ما بتحطيش مره واحده، لحد ما تلاقي القوام بتاعك مظبوط، عشان ما يبقاش خفيف معاكي، وكده يبقى تمام. وبعدين ببدأ بقى اضيف مكعبات المانجا الحلوة بتاعتي دي، شايفين لونها حلو ازاي. واحط كده اللي هي سلايزات المانجا اللي انا مقطعاها دي في الجوانب، تدي منظر شيك كده وحلو. طبعا احنا بنحب نهتم بالحاجة نخليها منظرها حلو وجميل كده، عشان تفتح النفس على الاكل. زي ما بيقولوا العين بتاكل قبل البق، فلازم تخلي حاجتك شكلها نضيف وشيك وحلوة كده. اهو شايفين جمالها حلوة قوي. وبعدين كان الجيلي بتاعي بارد خالص، لازم برضو يبقى بارد خالص قبل ما اضيفه. وبعدين حطيته كده، طبعا بيدي لمعة حلوة قوي وبيدي شكل حلو وتماسك كمان. وكمان لو المانجا بتاعتك فضلت يوم ولا يومين في التلاجة مش بتسود ولا اي حاجة من اضافة الجيلي دي. وبعدين حطيته كده شوية في الفريزر عشان كنت مستعجلة عليها. وبعدين جبت بقى معايا هنا البولات القمر بتاعتي دي، حطيت كده في كل بولة معلقة من الكريم شانتيه في القاعدة من تحت. صلوا على النبي يا جماعة، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وبعدين حطيت في كل بولة كده معلقة كبيرة من الكنافة المتحمرة دي. بصراحة يا جماعة دي سريعة جدا، حتى لو مش هتعملي الوصفة اللي في الفرن، هتعملي دي في بولات او في اي قالب، هتبقى سهلة وحلوة جدا معاكي. بس انا حبيت اوريكم الوصفتين، يعني الاتنين اسهل من بعض، والاتنين طعمهم حلو قوي. وبوزعها كده وبسويها زي ما انتم شايفين عشان تبقى الطبقات شكلها كمان حلوة معايا. وبرضو حطيت على كل بولة كده معلقة من الكريم شانتيه من فوق. شايفين الكريم شانتيه متماسك ازاي، مع ان في اليوم ده كنا الجو حر برضو. اهم حاجة يكون نوع الكريم شانتيه حلو، وما تزودلهوش السوائل. وبحاول ان انا اسويه كده زي ما انتم شايفين. وبعدين ضفت بقى معايا مكعبات المانجا بتاعتي الحلوة دي، وحطيت على كل طبق برضو معلقة كده من الجيلي بتاعي. او لو مش عايزة تحطي جيلي، لو عندك جيلو تلميع هينفع برضو، عشان برضو المانجا ما تسودش لو قعدت معاكي. بس بصراحة هي تاني يوم كانت خلصانة يعني من حلاوتها طبعا. وانا ما كنتش مخليها مسكرة قوي، يعني اللي ياكل منها كده ما يجزش منها. اهو شايفين جمال البولات حلو ازاي، وشايفين القالب شكله قمر ازاي، حاجة كده تفتح النفس ما شاء الله. حاجة كده تشرفك كده لو عندك ضيوف او عندك مناسبة، هتبقى حلوة قوي. كان معايا هنا شوية كريم شانتيه فاضلين، حطيتهم في كيس حلواني كده، وعملت كده روزيتات صغيرة كده على القالب بتاعي من فوق، تدي بس منظر جمالي كده. اهو ما شاء الله جميلة جدا، جربوها وان شاء الله تعجبكم. وتعالوا بقى نقطعها كده مع بعض، عشان طبعا انا بحب الحتة دي قوي بتاعت الدوقان دي، لازم ادوق معاكم اي حاجة بعملها. وطالعة يعني ما شاء الله حلوة قوي، واتقطعت معايا بكل سهولة، متماسكة وجميلة جدا بصراحة.
يعني عشاق المانجا هيحبوا أوي الوصفة دي. اهو شايفين، وكانت طعمها حلو قوي يا جماعة. يا ريت بقى من اللي وصل معايا لحد هنا ما ينساش اللايك والاشتراك في القناة لو مش مشترك عندي، وتعملوا لي كده شير مع اصحابكم عشان قناتي الحلوة دي تكبر بيكم بإذن الله، ونبقى احلى عيلة في الدنيا. وشكرا جدا لحضراتكم انكم كملتوا الفيديو معايا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع الف سلامة، بحبكم جدا. مع السلامة.